ما سألتش نفسك قبل كده هي ليه الناس بتتعامل معاك بالشكل ده؟ طب سألتي نفسك قبل كده هو ليه محدش فاهمك؟ طب هل تعلم إن لفترة الطفولة تأثير كبير جدا على طريقة فهمنا للأحداث أو حتى للكلمات اللي بتتقال لنا أو بنقولها؟ وعلى سبيل المثال الستات كلهم عقلهم صغير وبتوع نكد، او الرجاله كلهم عينيهم فارغه، او مثلا التفكير بطريقه كارثيه. انا ابني دلوقتي هيخرج من المدرسه لو ما لقينيش خلاص في حد هيخطفه وهيقطعه حتت ومش هشوف ابني تاني. او مثلا ممكن تقول نفسك انا يعمل الحاجه صح الصح يا ما اعملهاش خالص. او ممكن اب يقول لابنه وهو بيعلمه بيربيه الستات هي بس اللي بتعيط، الرجاله ما بتعيطش. او زوجه تقول لزوجها انا عمري ما شفت معاك يوم حلو. كل ده واكتر من اساليب التفكير الخاطئه اللي مخليه حياتنا بتدور في نفس الفلك والاجيال من سيء لاسوأ. وهنا هنعرف بعض الاساليب الغلط في التفكير واللي بسببها حياتنا مليانة سلبية وعلاقاتنا كلها تقريبا هشة وملهاش ولا لون ولا طعم ولا ريحة. أنا محمد ناصر من قناة قطرة، هنتكلم النهاردة عن أساليب التفكير المختلة ولكن بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حل أي مشكلة بيعتمد في المقام الأول على إيه؟ معرفة المشكلة، صح؟ بدون معرفتك إن في مشكلة عندك مش هتتحل أي مشكلة عندك. أساليب التفكير الخاطئة اللي معانا النهاردة مش مرض ومش باينة في الجسم فنقدر نعرفها، ولكن هي عبارة عن قناعات عند كل شخص وبيعتقد إنها صح، ومن كتر استخدامها هو مش عارف إنها غلط. لذلك إحنا هنا بنأكد وبنتكلم مع الناس اللي خلاص أدركت إن عندها مشكلة وعايزة تسمع وتشاهد أشياء لعلها تغير طريقة تفكيرها وبالتالي تتغير حياتها كلها. قبل ما نبدأ في الأساليب دي عايز أسأل سؤال: إيه السبب في أي مشكلة؟ أحب أقولك إن أي مشكلة ممكن تكون عبارة عن معلومة مغلوطة أو نقص في المعلومات، ودول كفيلين بعمل جرائم مش مشاكل. ويلا بينا نروح لأول أسلوب تفكير خاطئ. لما تعمل تصفية لشخص إزاي؟ عاملة زي تجيب منخل كده وتنخل كل تاريخ الشخص وتفضل تصفي كل الإيجابي وتخلي السلبي بس، ومشكلة واحدة سلبية تعممها على بقية حياته كلها. رقم 2: التفكير بطريقة الأبيض أو الأسود لكن مش رمادي، يا إما أحلى حاجة يا بلاش، وده شيء من المثالية، والمثالية بتجيب قلق، والقلق بيعمل اضطراب ودوامة كبيرة. رقم 3: إنك تقفز على الاستنتاج، تستنتج أشياء ما حصلتش. لو قلت سلام عليكم مش هيردوا، عارف لو عملت مشروع هيفشل، لو كنت اتصلت عليك أصلا أنت ما كنتش هترد. 4: التفكير بطريقة إنك تقرأ أفكار الشخص اللي قدامك، وده خطأ فادح. واحدة وزوجها تقول له كنت عارفة إنك هتقول كده، أو عارفة وهتقول لي إيه، ما عملتيش ده علشان كذا وما عملتيش ده علشان كذا. والطريقة دي إنك بتدخل في نية الشخص اللي قدامك، أنت بس اللي مركز على الأشياء اللي هي مش كويسة. الطريقة الخامسة: إني أعمم مشكلة حصلت مع حد يبقى كده خلاص كل الرجالة كده أو كل الستات كده أو أصحاب المهنة الفلانية كلهم نصابين، وده خطأ كبير جدا. أو ممكن تعمم على نفسك أنا فاشل علشان كل مرة أفشل. الطريقة السادسة: إنك تهول من أشياء سلبية بسيطة وتفضل تكبر فيها وتخلي عقلك يولد أفكار وتضخم الموضوع. أو تهون من شيء إيجابي حصل وتقول إيه يا ما جاب الغراب لأمه مثلا. خد بالك إن السلبية البسيطة بيتبني عليها أشياء كبيرة، والإيجابية البسيطة الصغيرة، الكلمة الصغيرة دي بيتبني عليها أشياء كبيرة جدا. رقم 7: 2 بيتكلموا مع بعض أكيد بيتكلموا عليا، واروح حاطط شيء سلبي كده معايا في الموضوع، اكيد بيقولوا عني حاجة وحشة وده مش صح وما حصلش اصلا. او اني اشوف اي شيء سلبي بيحصل في البيت واقول انا السبب فيه، دي اسمها الشخصنة. زوجي ضربني اكيد انا زوجة سيئة وده مش صح. رقم 8: التصنيف أو الوصم. شخص ارتكب خطأ فتقوم مسميه أحمق، واحد بيصلي فتسميه عم الشيخ، ابنك كذب كذبة تسميه كذاب. خلي بالك إن أول واحد بيتأذي من التصنيف ده هو الشخص اللي بيصنف ذات نفسه. تقسيم المجتمع والناس وتصنيفهم والحكم عليهم كل ده خلل في طرق التفكير.
رقم 9، المقارنة. مقارنة شخص مع شخص لا في نفس إمكانياته ولا في نفس حالته المادية ولا في نفس دماغه ولا في نفس بيئته ولا في نفس أي شيء. مقارنات خاطئة. إيه علاقة المحاسب برجل الأعمال؟ إيه علاقة مدير شركة بعامل شغال في شركة تانية؟ مقارنات غير عادلة. لكن المقارنة الصحيحة لو جينا نفكر هي مقارنتك مع نفسك زمان. أنت كنت إيه زمان وكنت إيه دلوقتي؟ رقم 10، لازم تحط القلم هنا. لازم تشتغل بالشكل ده. جملة لازم ووضع القواعد الصارمة على الناس وعلى نفسك بيصعب حياتك وبيخليها معقدة، وكمية غضب وإحباط وكمية استياء تجاه الآخرين وأولادك أو أصدقائك أو غيره. يا صديقي، كلنا عندنا الأساليب دي، سواء اتربينا عليها أو اكتسبناها من المجتمع. ولو لاحظت هتلاقي إني بقولك كلنا، يعني بعمم، وده برضو خطأ. لو عندك أسلوب من دول ماشي عليه، شوف حياتك وراقب أفكارك. هي أشياء معرفية لو عرفناها حياتنا فعلا هتتغير. الفكرة هنا مش استبدال الشيء السلبي بالإيجابي، لا، الفكرة أعمق من كده. الفكرة إنك إنسان جاي الدنيا هنا علشان ترتقي من مرحلة دنيا إلى مرحلة أعلى شوية، والارتقاء ده مش هيحصل إلا بالعلم والمعرفة والتزكية والتجارب وتغيير الأشياء اللي بتعطل عملية الارتقاء دي هي مهمتك أنت. لذلك مش هقدم ليك أي حلول، أنت اسمع نفسك واسمع مشاعرك وأنت عارف إيه الحل، بس مع شوية تركيز وشوية بحث وشوية كعبلة كده، لأن دي تجربتك انت في الحياة. ساعتها هتدرك ايه الصح. لايك وشير وتعليق تقول لنا رأيك فيه، وبس كده، مع السلامة.